السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي سعى قلبك مع ربك. عندنا النهاردة موضوع جميل جدا وبيشغل كل الناس. بصوا يا جماعة، في حاجات بنعملها كل يوم ومبناخدش بالنا منها قد إيه ممكن تكون سبب في فتح الأبواب رزق كبيرة قوي كانت مقفولة. النهاردة هنتكلم عن الذكر. أيوة الذكر مش كلمتين بيتقالوا خلاص، لا ده كنز والله العظيم. ناس حياتها اتغيرت بسببه. انا شخصيا شفت بعيني قد ايه ان الذكر ممكن يكون سبب في رزق، في فرج، في فرح، في راحة بال. تعالوا نحكي كده مع بعض ونقرب من ربنا شوية، يمكن يكون الفيديو ده سبب في خير كبير لحد مننا. بص يا جماعة، يعني ايه تفتكر ربنا بقلبك ولسانك؟ يعني تقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يعني تقول استغفر الله وانت حاسس انك فعلا محتاج مغفرة، فعلا محتاج ربنا يفرجها عليك. الذكر يا جماعة مش بس عبادة، دي طاقة نور بتنور لك طريقك في الدنيا وبتجيب لك رزق وراحة مش ممكن ابدا تتخيلها. ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة كده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال كمان فاذكروني اذكركم، يعني ربنا بيذكرنا. لما احنا بنذكر ربنا ربنا بيذكرنا. يعني لما تقرب من ربنا وتفتكره وتستغفره وتدعي له ربنا هيكرمك من حيث لا تتوقع. كان في ست في مرة بتحكي وكانت بتشتكي دايما ان الرزق ضيق جدا، مفيش عندها زباين، شغلها واقف. قالت لها واحدة صاحبتها: اوعي تستهيني بالذكر، قولي كل يوم يا فتاح يا رزاق يا كريم. الست دي بدأت بالفعل تقولهم بعد صلاة الفجر كده وهي بتجهز بيتها، تقولهم دايما وهي ماشية، حتى وهي ساكتة بترددهم في سرها. بتقول بعد شهر كده انا مش مصدقة اللي بيحصل، الزباين بدأوا يكتروا، بركة داخلة في كل جنيه بيجي، في كل رزق، سبحان الله. وكان في برضو شاب برضو على ما اتذكر كده كان بيدور على الشغل بقاله شهور كتيرة، كل يوم يخرج يلف يرجع ويروح ويجي مفيش خالص. حد نصحه وقال له: يا اخي دوم على الاستغفار، بس دوم عليه بصدق، قول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الشاب ده ما شاء الله عليه اخد الكلام ده بجد، بدأ يستغفر وهو رايح وهو جاي، حتى هو قاعد لوحده. بيقول بعدها باسبوعين بصيت لقيت جالي تليفون للشغل انا اصلا ما كنتش عامل حساب ولا كنت متوقعه. انا ما عملش حاجه والله، انا بس استغفرت بس بصدق. شفتوا قد ايه رزق جه من غير ترتيب؟ ربنا كبير يا جماعه. في اذكار كتير جدا ممكن ان احنا نقولها وبتكون سبب في فتح ابواب الرزق، زي مثلا استغفر الله العظيم لما نقولها كتير جدا، لما نقولها 1000 مرة مثلا في اليوم، لما نقول يا فتاح يا رزاق يا كريم بالنادي باسماء ربنا، اما نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلناها 100 مرة في اليوم. الصلاة على النبي يا جماعة، قول دايما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الاجمل من كده انك ممكن تقولهم وانت حاسس بكل كلمة، مش بسرعة كده وخلاص. في نصايح بسيطة كمان: خد لك وقت في اليوم ولو حتى ربع ساعة، اقعد لوحدك وقول اذكار الرزق. علق كده ورقة فيها الأذكار في أوضتك أو في مطبخك أو جنب سريرك. خلي لسانك دايما رطب بذكر ربنا، حتى وانتي بتشتغلي وانتي بتطبخي. جربي أسبوع واحد بس، وطبعا ربنا ما بيجربش، احنا لازم نكون واثقين تمام الثقة، بس شوفي النتيجة بنفسك. الرزق مش بس فلوس يا جماعة، الرزق ممكن يكون راحة بال، هدوء نفس، ناس بتحبك وبتحبهم. في آخر كلامنا مش هنقول غير إن ربنا كريم قوي يا جماعة، بس مستني إنك تفتكره وتذكره، تدعيله، تدعيه. ما تتقلش ابدا ذكر ولو حتى بسيط، لان ممكن كلمة واحدة تفتح لك ابواب كتير جدا. اخر حاجة دايما خلي نيتك في كل ذكر، قول يا رب، يا رب ده ذكر عشان تفتح لي ابواب الرزق، ترزقني تكرمني. وربك سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، قال اذكروني اذكركم. يعني لو انت افتكرت ربنا هو كمان هيفتكرك ويفتح لك ابواب الرزق. وفي آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي آخر دعوانا أن الحمد لله. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.